السلام عليكم يا سنة أولى. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم مين سمر. النهاردة احنا هنشرح درس جديد اسمه التضاريس. لو جه حد سألك يعني ايه تضاريس، تعالوا كده نفكر مع بعضينا شوية. دلوقتي احنا ما بنيجي بنمشي على ايه؟ مش بنمشي على الأرض. طيب اما بنيجي عايزين نبقى عطشانين قوي نيجي نشرب ايه؟ مش بنشرب مية عذبة حلوة نقدر ان احنا نشربها. طيب اما بنيجي الصيف بيجي ونبقى حرانين ونقول احنا عايزين نروح نصيف، بنروح فين؟ مش بنروح نصيف في اسكندرية. طيب بنعوم فين؟ بنعوم في البحر في اسكندرية. هي دي التضاريس. التضاريس الارض اللي احنا بنمشي عليها، المية اللي احنا بنشربها، والبحر اللي احنا بنعوم فيه. يبقى التضاريس هي شكل سطح الارض. شايفين دي الكرة الارضية، ده شكل الكرة الارضية اللي الناس كلها عايشة عليه. اللون الازرق ديت بيبقى المية، اذا كان بقى مية عذبة حلوة نقدر ان احنا نشربها، او مية مالحة طعمها وحش فيها ملح كتير ما نقدرش ان احنا نشربها، بس ينفع ان احنا نعوم فيها، نركب مراكب وسفن فيها. اما اللون الابيض ديت الارض اللي احنا بنمشي عليها. يبقى لو حد سألك يعني ايه تضاريس هتقوله شكل سطح الارض، اذا كان مية او اذا كان ارض. طيب اول حاجة هنتكلم عنها الجبل. لو حد جه سألك قالك يعني ايه جبل، هتقوله ارض شديدة الارتفاع ولها قمة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه ارض شديدة الارتفاع ولها قمة؟ شايفين الصورة دي شكل جبل. دلوقتي لو انا واقف هنا وعايزه اروح الناحيه التانية اعمل ايه؟ هاجي امشي هلاقي قدامي ارض طويله جدا. طب هعمل ايه؟ هضطر ان انا اطلعها فوق واروح نازله الناحيه التانية عشان اوصل للناحيه التانية. يبقى الجبل ارض شديده الارتفاع. بص مرتفعه ازاي، عاليه ازاي، ولها قمه. يعني ايه قمه؟ يعني اعلى حاجه في الجبل اللي انا اقدر اقف عليها. يبقى الجبل ارض شديده الارتفاع ولها قمه. طيب احنا عندنا جبال في مصر؟ قال لي ايوه، عندنا جبل سانت كاترين. عندنا جبل ايه؟ سانت كاترين. جبل سانت كاترين دوت يعتبر اعلى جبل موجود في مصر. يبقى احنا عرفنا الجبل. طيب لو قالك يعني ايه تل، قال لي التل ارض قليلة الارتفاع. يعني ايه ارض قليلة الارتفاع؟ قال لي التل زي شبه الجبل كده شوية. شايفين الجبل ده شبهه بس اقل شوية في الارتفاع. يعني لو الجبل طويل قوي التل كده بيبقى اقصر منه شوية. يبقى التل ارض قليلة الارتفاع. ماشي. طب الهضبة يعني ايه؟ قال لي الهضبة ارض مستوية او شبه مستوية. قال لي بص الصورة هي ده شكل هضبة. دلوقتي انا ماشية دي ارض عادية، وجيت لقيت نفسي ايه؟ قدامي حاجة كبيرة. فهقول ايه دي؟ ايه الارض الكبيرة ديت؟ هقول دي اسمها هضبة، ارض مرتفعة مستوية وشبه مستوية. يعني ايه مستوية؟ مستوية يعني ان انا اقدر امشي عليها حتة واحدة. طب وشبه مستوية؟ فيها حتت عالية وحتت منخفضة، حتت مش عالية قوي. فهمنا يا سنة اولى يعني ايه هضبة؟ طيب لو جه حد قالك يعني ايه منخفض، قال لي المنخفض جزء من الارض منخفض عما حوله. ايه الكلام الكبير ده؟ يعني ايه جزء من الارض منخفض عما حوله؟ قال له يعني بص شايفين الرسمه ديت؟ دلوقتي احنا لو تخيلنا ان الحته دي احنا واقفين عليها هنمشي ونيجي نمشي هنعمل ايه؟ هننط؟ لا. قال لي لا، احنا لازم ننزل تحت ونطلع تاني ونروح ماشيين تاني. يبقى المنخفض جزء من الارض منخفض عما حوله. عارفين شبه ايه يا سنة اولى؟ شبه الحفرة. مش احنا بنبقى ساعات ماشيين في الشارع وفجأة نلاقي رجلينا نزلت في حاجة كده نقول ايه ده؟ احنا وقعنا في حفرة. المنخفض كده شبهه زي الحفرة. طيب نيجي بقى ايه للبحر اللي كلنا بنحبه وبتحبوا تروحوا تعوموا فيه. لو حد قالك سألك يعني ايه بحر، هتقوله البحر بنعوم فيه؟ هتقوله لا طبعا. هتقوله البحر مساحة واسعة. شايفين الصورة ديت؟ مساحة واسعة، مية كتير قوي. طب ميته مية ايه؟ مالحة ولا عذبة؟ قال لي لا، مية مالحة، مية ما اقدرش ان انا اشربها. طيب احنا عندنا بحار في مصر؟ قال لي ايوه، عندنا البحر الاحمر والبحر المتوسط. ماشي كده احنا عرفنا يعني ايه البحر. طب النهر؟ قال لي يعني ايه نهر؟ قال لي اول حاجة لازم نعرفها عن النهر
ان ميته بتبقى عذبة. يعني ايه مية عذبة؟ مية حلوة نقدر ان احنا نشربها. قال لي النهر مجرى من الماء العذب. طب يعني ايه معنى كلمة مجرى؟ قال لي بصوا شايفين الصورة ديت؟ دي شكل ارض، بصوا نكبرها كده شوية، بصوا دي مية خلاص، وعندي هنا ارض، شايفين الاخضر دوت؟ دي ارض وما بينهم مية، يبقى النهر مجرى من الماء العذب، مية حلوة اقدر ان انا اشربها. طب هو احنا عندنا انهار في مصر؟ قال لي ايوه عندنا نهر النيل، ونهر النيل ده شريان الحياة. يعني ايه شريان الحياة؟ يعني كل مصر بتشرب منه، مصر ما تقدرش تعيش من غير مية النيل، وكمان بنزرع منه، كل الزرع اللي عندنا في مصر بنزرعه من مية النيل. يبقى تعالوا كده الدرس بتاع النهارده خلص. طب تعالوا كده نحل سؤالين كده نشوفكم فهمتوا الدرس ولا لا. لو جه سؤال قال لي اكمل العبارة الآتية، طبعا انا حللكم الأسئلة بس المفروض بتيجي مش محلولة، بس انا حللكم عشان نبقى عارفين الإجابة. لو قال لي مثلا نقط هو اعلى جبل في مصر، جبل ايه اللي اعلى جبل في مصر؟ موجود جبل ايه؟ جبل سانت كاترين هو اعلى جبل في مصر. طيب تطل مصر على البحر الايه والبحر الايه؟ احنا قلنا عندنا كم بحر في مصر؟ قلنا عندنا بحرين، يبقى تطل مصر على البحر الاحمر والبحر المتوسط. هو ده كان درسنا النهارده، درس ان شاء الله يكون بسيط عليكم ودرس سهل، وهو التضاريس. ان شاء الله نقابلكم ان شاء الله في المرة الجاية. السلام عليكم.